السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم. شايفين وصفة السمك اللذيذة دي؟ وجبة سهلة خفيفة تنفع لأيام الحر اللي احنا فيها دي. لو عايزين تعرفوا الجمال ده عملناه ازاي، يلا بينا. أنا بقى عندي طبق فيه خضار، عندي طماطم مقطعة شرايح، فلفل أخضر وبصل وتوم مفروم، فصين توم مفروم. تمام. هاخد الخضار الجميل ده وهحطه في بولة. حطيت هنا الخضار والثوم مع بعض، هنقلبه مع بعض كويس. بعد كده حطيت التوابل، حطيت كمون، كزبرة ناشفة، فلفل اسود وملح، وما ننساش عصير الليمون. بعد ما خلطنا الخلطة الجميلة دي بالليمون والتوابل، حطيت عليه تبلته ملح وكمون، واخدت جزء من حشوة الخضار حطيتها في قلب السمك. تمام. دلوقتي هنحط السمك في الطاجن. هنا جبت الطاجن او البايركس وحطيت فيه جزء من الخضار وحطيت عليه شوية مية. تمام. بعد كده هرص عليه السمك. حطيت السمك، بعد كده هحط الجزء المتبقي من الخضار. هنا حطيت الجزء المتبقي من الخضار على السمك، وحطيت عليه معلقتين زيت بس، ممكن نحط عليه عصير ليمون. بكون مشغله الفرن قبلها. هحط بايركس في الفرن لما يستوى نشوفه مع بعض ان شاء الله. وده شكل السمك لما طلع من الفرن. ريحته تحفه. وصفه سهله، جربوها باذن الله تعجبكم باذن الله.